السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هناك ثقة تامة وكاملة بقدرات المملكة المغربية، لذلك نحن هنا لتنظيم الموندياليتو للمرة الثالثة. في خبر آخر، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو قال إنه سعيد بالعودة للمغرب، البلد الذي ينظم حاليا نسخة خاصة من كأس العالم للأندية حسب تعبيره. وأضاف إنفانتينو بأن هناك ثقة تامة وكاملة في قدرات المملكة المغربية، لذلك فالموندياليتو ينظم في المغرب للمرة الثالثة. تصريحات إنفانتينو جاءت عقب وصوله للمغرب من مطار ابن بطوطة بطنجة لمتابعة باقي مباريات الموندياليتو، حيث استقبله رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي الأقجع. ورافق إنفانتينو في هذه الرحلة كل من الفرنسي أرسن فينغر مدير تطوير كرة القدم في الفيفا ومواطنه يوري جوركايف الفائز بكأس العالم في نسخة فرنسا في العام 1998. الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنواعها تحاول هي الأخرى أن تحقق رواجا اقتصاديا من خلال عرض منتجاتها، لا سيما تلك التي تحمل خصوصية محلية. Laissez-moi tout d'abord dire comme je suis heureux d'être de retour chez moi au Maroc. في البداية دعني أقول إنني سعيد بالعودة من جديد لبيتي للمغرب. المغرب البلد الرائع والعاشق لكرة القدم، البلد الذي حقق منتخبه نجاحا كبيرا في كأس العالم الأخير في قطر. إنه بلد يعشق كرة القدم، والمغاربة كلهم من جماهير كرة القدم. هناك ثقة تامة وكاملة بقدرات المملكة المغربية، لذلك نحن هنا لتنظيم الموندياليتو للمرة الثالثة. هذه النسخة من كأس العالم للأندية جمعت أندية كبيرة وأثارت حماسة واهتمام المشجعين وعشاق كرة القدم في المغرب وفي العالم. مدينة طنجة قلب السياحة النابض في الشمال المغربي. تعيش المدينة حالة من الانتعاش والرواج الاقتصادي على وقع مشاركتها العاصمة الرباط في استضافة بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم. المدينة الجميلة، المدينة السياحية، المدينة اللي كتفتخر بالمآتي التاريخية ديالها، وكيجيو لها واحد الزوار بزاف، واللي ما جاش المدينة العتيقة ديال مدينة طنجة بحال اللي ما زارش المدينة. تتصدر الفنادق قائمة القطاعات التي استنفرت كل طاقاتها اللوجستية والبشرية من أجل إيواء ضيوف طنجة في أفضل الظروف. كثفنا زدنا في المجهودات خاص لهذا الحفل اللي لنا الشرف كما قلت لك في الأول. الحمد لله شكر لله بلادنا كيستضيف هذا العرس الرياضي الكبير الموندياليتو. الأسواق والمحلات التجارية بمختلف أنواعها تحاول هي الأخرى أن تحقق رواجا اقتصاديا من خلال عرض منتجاتها، لا سيما تلك التي تحمل خصوصية محلية. وحنا فرحانين بهم، صابت كل بلاد دائما هيدا نشطانه، ويجي بنادم ويمشي بنادم وكتزيان الدنيا وكيوقع الرواج. وبحكم موقع طنجة الساحري على واجهتين بحريتين، الأولى على المحيط الأطلسي والثانية على البحر الأبيض المتوسط، لا يمكن لمن يزور المدينة أن يفوت فرصة الاستمتاع بوجبات السمك الشهية التي توفرها مجموعة من المطاعم المتخصصة، كهذا المطعم الذي زاره عدد كبير من المشاهير، خصوصا في عالم السياسة والفن والرياضة. مع هذا الموندياليتو مستعدين ان شاء الله وفاتحين واحد الافاق الضيوف كاملين ان شاء الله اللي يجيو. وهذا المحل راه معروف تبارك الله، هذا الريستورون معروفه بالناس كيجيو لينا بزاف تبارك الله، من المشاهير، من رجال الاعمال، من الناس، من السفراء، من ملاعبيه الكره تبارك الله. بطولات كرة القدم ليست فقط مباريات وجماهير، لكنها قد تكون بالنسبة لكثير ممن يمتهنون وظائف مرتبطة بالسياحة فرصة لا تعوض لتحقيق مكاسب اقتصادية تعود بالخير على الجميع.
وفي سياق متصل أشاد أنشيلوتي بجودة تنظيم كأس العالم للأندية والبنيات التحتية الرياضية التي يتوفر عليها المغرب، مضيفا بأن المملكة أبانت عن الشغف الكبير بكرة القدم. المرافق الرياضية ممتازة والملاعب جميلة جدا على حد تعبيرها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.